ما تاكلش سمك ولا لبن ولا بيض لما يجيلك دور برد، وللاسف ده شيء في منتهى الخطوره. لكن مضادات حيويه لا، خدت دش ونزلت في البرد هتاخد دور برد. اساطير ومعتقدات طبيه بتتوارثها الاجيال، اللي صح هنقول عليه صح واللي غلط هنقول عليه غلط. والنهارده معانا 3 اساطير مرتبطه بدور البرد. الاسطوره الاولانيه ما تاكلش سمك ولا لبن ولا بيض لما يجيلك دور برد، ودي من اكتر الاساطير اللي بتتوارثها الاجيال لدرجه ان انا نفسي بخاف اكل سمك مع دور البرد. لكن الحقيقه ان العكس تماما هو الصحيح، لان السمك غني جدا بالفيتامين دي وبالاوميجا 3 واللي بيساعد الجسم على التعافي وبيحسن المناعه وبيقلل الالتهابات. اما الاسطوره الثانيه وهي علاج دور البرد بالمضادات الحيويه، وللاسف ده شيء في منتهى الخطوره، لان الانفلونزا من الاساس هي عدوى فيروسيه، والمضاد الحيوي طبعا بيبقى مضاد للبكتيريا، وبالتالي هو كده كده مش هيعالج الفيروس، لكن بالعكس هو هيضعف المناعه بتاعتك ويخليك عرضه اكتر لاي امراض بكتيريه مقبله. ده بيزود مقاومه البكتيريا كمان ويخليها تهاجمك بشكل اشرس من الاول بكتير. فعشان كده افتكر دايما ان علاج نزلات البرد هي الادويه اللي انت عارفها زي فيتامين سي وخوافض الحراره ومضادات الاحتقان، لكن مضادات حيويه لا. واخيرا الاسطوره اللي بتقول ان انت لو خدت دش ونزلت في البرد هتاخد دور برد، وطبعا ده كلام مش صحيح بالمره، لان زي ما احنا لسه قايلين ان الانفلونزا دي هي عدوى فيروسيه وبتنتقل من شخص لشخص، يعني لازم يكون في مريض عشان ينقل لك العدوى. يعني لو استحميت ونزلت في البرد عادي، الفيروس مش هيجي يتمشى لوحده لحد عندك ويشاور بقى لاصحابه ويقول لهم اللي استحمى هناك اهو. وبقول لنا بتاكلوا سمك فعلا مع دور البرد ولا لسه بتخافوا زي حالاتي؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.